اشتغلت فريلانس واشتغلت في شركات، وحاليا بأسس شركتي وعامله كوميونتي عدده كذا الف كده، مش عايزين نتكلم في رقم بالظبط. من خلاله قدرت ان انا ادي كورسات واعلم الطلبه مجال اليو اي يو اكس، وبالفعل بداوا بسهوله قوي المجال. بس كده. طيب احنا اهم سؤال عايزين نعرفه من حضرتك، احنا كتير قوي بنسمع عن اليو اي يو اكس بس مش فاهمين هما ليه طول الوقت مرتبطين ببعض، وايه دورهم، ويعني ايه اصلا يو اي ويعني ايه يو اكس. طيب خلينا في البدايه نتكلم ايه هو اليو اي يو اكس. ابلكيشن او ويب سايت مين هو اللي بيعمله؟ في الاول عشان تعمل تصميم او كل حاجه انت عينك بتشوفها اللي بيعملها هو اليو اي يو اكس. اليو اي هو بيعمل اليوزر انترفيس، اي حاجه عينك بتشوفها وانت بتقلب في الابلكيشن او في ويب سايت او حتى سيستم، هو ده اليو اي، سواء كولر، فونت، ايكون، صور، اي حاجه. تجربتك وانت بتستخدم الابلكيشن ده او الويب سايت ده هو ده اليو اكس، سواء ان انت كملت الرحله للاخر وخلاص انت عملت اوردر، او انت اخدت كورس من الويب سايت ده او من الابلكيشن ده، او طلعت بره، شعورك هو ده اليو اكس. اختصاره يوزر اكسبيرينس او معناه يوزر اكسبيرينس، تجربتك انت. يعني انا افهم من كده ان اليو اكس هو اللي بيحدد انا داخله احقق ايه او الهدف بتاعي، واليو اي هو الفيجوال. اليو اي هو الفيجوال، واليو اكس هو شعور اليوزر. شعورك ايه وانت بتمر بالمرحله دي او انت بتمر بالتجربه بتاعه الابلكيشن او ويب سايت او غيره. طيب انا دلوقتي انا يو اي يو اكس ديزاينر بصراحه. بعد ما ذاكرت التراك لقيت في بوزيشن تاني جنبي ظاهريا بيعمل نفس الشغل بتاعي لكن اسمه برودكت ديزاينر. انت ممكن تقولي لي ايه الفرق بين اليو اي يو اكس ديزاينر والبرودكت ديزاينر، ودور كل واحد فيهم ايه في البرودكت لايف سايكل؟ تمام. اليو اي هو الشخص اللي بيعمل اليوزر انترفيس، اي حاجه عينك بتشوفها سواء زي ما قلت كولر، فونت، صور، غيره، ده يو اي. تجربتك وانت بتمر في الويب سايت سواء ان انت حاسس ان كل حاجه سهله انت شايفها او لا، ده يو اكس. يجي هنا الحته الاخيره البي دي، برودكت ديزاينر او البرودكت ديزاينر ده بقى بيعمل ايه؟ الشخص ده بيعمل ايه؟ هو اللي بيجمع ما بين اليو اي واليو اكس وهدف البيزنس نفسه. هدف البيزنس ينجح ازاي؟ عايز نحقق لك مبيعات، ولا عايز بس ان الشركه بتاعتك ان انا ابدا ان انا اعرض لك عنها واتكلم عنها؟ امتى هتحس ان هدف البيزنس بتاعك حقق؟ النتيجه ايه الريزلت اللي انت عايزه؟ هو ده البرودكت ديزاينر. بلس بعد ما يطلع يبدا ان هو يقيس النتائج ويشوف ازاي نقدر ان احنا نطور ده، وازاي نقدر ان احنا نعلي هدف البيزنس اكتر، او نخلي ان اليوزر يكون افضل بالنسبه له التجربه، ويبدا ان هو يطور الى ما لا نهايه. طب ودورهم في اللايف سايكل بتاع البرودكت افرق بينهم ازاي؟ بصي انت بتفرقي بينهم ازاي؟ خلينا نقول ان اليو اكس هو محتاج خبره اكتر، ان انت تفهم اصلا البيزنس وتبدا في الاول خالص تسال ازاي البيزنس ده ينجح. ده محتاج منك خبره اكتر. خبره ان انت قبل ما تبدا اي حاجه تفكر البيزنس عايز ايه، الستاك هولدر اللي جاي لي هدفه ايه. هو مش جاي لك عشان تعمل ابلكيشن شكله حلو، ولا جاي لك عشان تخلي التجربه سهله لكن في الحقيقه في الاخر ما تحققش نتائج. هو جاي لك عشان هو عايز نتيجه معينه، عايز البيزنس بتاعه ينجح. فانت لو جيتي ان انت عملتي ابلكيشن شكله حلو جدا والتجربه بتاعته حلوه قوي، بس في الاخر ما باعش او ما حققش الهدف، هنا هو خسر. فانت هنا في الاخر ضريتي البيزنس كله. فمن الاول. اوكي. طب اصلا ايه الكريتيريا اللي انا بحدد بناء عليها نجاح البرودكت بتاعي او المشروع بتاعي او لا؟ بعد ما بيبدا ان هو يطلع الابلكيشن او الويب سايت بنبدا ان احنا نقيس ده، نقيس النتائج بتاعته قد ايه، نشوف اليوزر هو فعلا خرج في وقت معين وما كملش السيركل كامله او الفلو بتاعي كامل، ولا قدر ان هو يكمل وحقق لي النتيجه دي. هنا ببدا ان انا اقيس هو خرج امتى، حقق نتائج قد ايه. طب هعمل تيست، هعمل اي بي تيستنج، تصميم تاني، وابدا ان انا انزله وابدا ان انا اقيس النتائج. هنا بقدر ان انا اعرف البرودكت بتاعي نجح ولا محتاج ان انا اريديزاين تاني من الاول. مين بياخد القرارات دي وبيحدد، وايه التولز اللي بستعملها مثلا؟ يعني انا مثلا لسه ما بداتش ادخل سوق العمل، فانا محتاجه اعرف انا لو عندي فكره وعايزاها تنجح لما انزلها، او عايزه افتح الستارت اب بتاعي، هقيس كل الحاجات دي ازاي؟ في البدايه انت يو اي يو اكس بتروحي له، بيبدا ان هو يشوف مين اليوزر. اول سؤال مين اليوزر بتوعك. اقعد معاكي الاول ستاك هولدر، افهم منك البيزنس، افهم هدفك ايه، افهم انت عايزه ايه. بعد كده ابدا ان انا اعمل الريسيرش بتاعي. بعد كده ابدا ان انا اشوف اليوزر بتاعي مين، اشوف النيد بتاع اليوزر ده ايه، البرسونا بتاعت اليوزر بتاعتي مين، وابدا ان انا اشوف الكمباترر بتوعي مين، اعمل كمباترر اناليسيس، اقيس كل ده للسوق بتاعي. ومن هنا ابدا ان انا اعرف انا هبدا الواير فريم تقريبا هيكون عامل ازاي، ايه الفيوتشرز اللي ممكن اضيفها، ايه نقاط الضعف بتاعتي اللي لازم ان انا، لا انا لازم ان انا الحته دي اظبطها شويه. نقاط ضعفي زي ما بنقول منافسي لازم تكون نقاط قوتي، ده في الكمباترر اناليسيس. وهكذا نبدا السيركل. لكن لو بدانا ديزاين في الاول كل ده احنا خسرناه.
مش هتعرفي تطلعي تصميم حلو. احنا دلوقتي حضرتك قلتي ان احنا بنعمل يوزر بيرسونا ويوزر ستوريز. احنا شركات اصلا ازاي بتفهم احتياجات المستخدم اللي قدامها، وازاي بتفهم اصلا ايه الفلو اللي هو المفروض يمشي عليه عشان يوصل للجول ده ويرجع لي؟ طيب خلينا نقول حاجه في البدايه، وانتوا بتتعلموا اليو اي يو اكس هو بيبدا يديكوا بروسيس يو اكس كتيره جدا ويقول لكم كل البروسيس دي انتوا لازم تستخدموها. ده مش حقيقي، احنا بنستخدم البروسيس اللي احنا محتاجينها في المشروع. انا لازم اعرف اليو اكس كله، لازم اعرف البروسيس كلها عشان لما احتاج حاجه الاقي نفسي ان انا راجع ان انا اعملها. فانت لو انت هنا في حاجه من الحاجات اللي احنا ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها هي البيرسونا. لازم اعرف مين البيرسونا اصلا اللي انا بصمم لها. انا لو ما عرفتش هدف البيزنس بتاعي وما عرفتش البيرسونا اللي انا بصمم لها هصمم ازاي؟ فمين اللي بيحتاج ده او مين اللي بيحدد ده؟ الشخص اليو اي يو اكس، وهو اللي بيبلغ ويقول انا هبدا ان انا اعمل بروسيس يو اكس. من ضمن البروسيس هعمل 1 2 3 وسببهم بسبب كذا، وبعدها هبدا بيحط الديدلاين بتاعه كامل، بعدها هبدا ان انا اصمم من الوقت من كذا لكذا، بيحط كل الستبس دي بس. طيب انا لما ببني يوزر بيرسونا ببقى مثلا محدده الفيتشرز، انا المفروض احددها قبل البيرسونا ولا بعد؟ ده رقم 1. رقم 2 ببقى محتاجه انسايتس، فانا بقدر اجيب الانسايتس دي منين او ازاي؟ طيب تعالوا نفكر مع بعض. انت دلوقتي قعدت مع اليوزر، مع الستيك هولدر الاول، صاحب المشروع جه قال لك انا عايز ان انا اعمل ابلكيشن فكرته 1 2 3، وقال لك انا عايز اضيف الفيتشرز دي لان هي مش موجوده في السوق ودي هتنجح البيزنس بتاعي. انت جيت كده بصيت لقيت ان هي فعلا مش موجوده في السوق، خلاص هتنجح البيزنس بتاعه، فعلا هتحقق له مبيعات، يبقى هنا اول حاجه انا هعمل ايه؟ هضيفها. جيت بعد كده مشيت بروسيس اليو اكس بتاعتي، لقيت من ضمن الكمباتر اناليسيس ومن ضمن النيد لليوزر في حاجات تانية هو محتاجها، اضيفها ولا ما اضيفهاش؟ هضيفها. لكن هنا هبدا اسال نفسي سؤال او ابدا ان انا افكر في فكره، هل كل الفيوتشرز دي ممكن ان هي تشتت اليوزر؟ ممكن تخليه اصلا يخرج من الابلكيشن او من الويب سايت؟ ما كل ده احنا بنمر بيه قبل البرمجه. ما انت ممكن ان انت تعمل تصميم يو اي يو اكس شكله حلو، لكن تيجي تكوده في الاخر تكوده تمام بس تلاقي ان في فيوتشرز فيه ناقصه، لو كانت اتضافت كانت هتسهل الدنيا جدا. طريقه الدفع مثلا، سهلت على اليوزر طريقه الدفع، هتخلي ايه النتيجه؟ ان الابلكيشن بتاعك كله ينجح، نجحت الفلو بالكامل. طب انت عملت سكاب للحته دي، محدش هيقدر ان هو يوصل للحته الاخيره، الفلو بتاعك النهائي اللي انت عايزه، فانت في الاخر ضريت البيزنس. فتاني هنقول اللي بيمانج الحته دي او اللي هو بيحددها هو الشخص اليو اي اكس. بناء على ايه؟ بناء على النيدز بتاع اليوزر وبناء على احتياج البيزنس نفسه وهدف البيزنس. اوكي. طيب لو لا قدر الله البرودكت بتاعي او المشروع بتاعي فشل، فانا المفروض اعمل ايه؟ بصي، هو مفيش حاجه اسمها فشل، ما حققش النتائج المطلوبه منه او الارباح. هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا ارجع تاني اشوف هو الدروب حصل فين، يعني في انهي حته في الفلو اليوزر بيبدا يقف ويخرج من الابلكيشن بتاعي. هنا في عندي مشكله. طب هل في سي تي اي مش باين؟ انا حاطه له اصلا اكشن المفروض ان هو ياخده؟ طب هل اصلا احتياج اليوزر فعلا موجود في كل حاجه، كل البروسيس اللي هو عايزها؟ يعني لو انت دلوقتي داخله على ابلكيشن اكل والمفروض ان انت بتطلبي الاكل بتاعك وعايزه تعملي اوردر، جيتي لقيت ان انت مش محدده اصلا اليوزر الاوردر ممكن يوصل في مده قد ايه. هنا هو بيفقد الثقه، حتى وهو في الطريق الاوردر مثلا، او هو خلاص بيأكشن ليه بيخرج، او انت مثلا خلاص في البروسيس الاخيره او في الفلو الاخير جاي المفروض ان اليوزر بيدفع، فانت مش حاطه له المبلغ الاجمالي اللي يدفعه وبتقولوا له يلا اختار بأنهي طريقه تدفع، فهيبدا ان هو يخرج من الفلو. فهنا خلاص انت هنا بيحصل دروب، فهنا البيزنس فعلا هيخسر. فهنا احنا لازم ان احنا نعمل ايه؟ نبدا نشوف انهي حته وقعت ونعيد تاني الفلو بتاعها ونعيد تاني التصميم بتاعها ونعمل ريديزاين تاني من الاول. طيب انا الفلو بتاعي كابلكيشن مظبوط، ما فيهوش اي حاجه غلط، ماشي، بس اليو اي مش قوي، ممكن يكون ده دروب ولا الفلو هيسد الجاب ده، او العكس ان انا الفلو بتاعي فيه مشكله بس اليو اي بتاعي تحفه. هسألك سؤال. لو رحتي مطعم وقاعده كده والترابيزه شكلها حلو ونزل لك طبق اكل، الاكل شكله وحش بس طعمه حلو، هتاكلي؟ لا، العين بتاكل الاول. طب لو كلتي والاكل شكله حلو بس الطعم وحش، هتيجي تاني؟ لا برضه. بس فالاد لازم يكون شكله حلو علشان اليوزر يبدا ان هو يبقى مستريح وهو ماشي في الفلو بتاعه، ولازم تكون تجربته كويسه عشان يخش تاني. كلنا بنيجي نعمل شوبينج مثلا من اي ابلكيشن بيبيع اي برودكت، واحنا بنعمل شوبينج بنتضايق، نحس ان احنا لا عارفين نعمل فلتر
ولا عارفين نوصل للبرودكت اللي احنا عايزينه ونفلتر مثلا لو حاجه مثلا شباب حاجه بنات كل حاجه نبدا ان احنا نفلترها، بنعمل ايه؟ بنخرج. مش هكمل ليه؟ عشان حاجه صغيره، سواء ان كان شكل مش كويس عينك ما استريحتش. خلي بالك برضو بتفقد الثقه. يعني انت لو داخل هتشتري منتج والمنتج ده هتحط فيه بياناتك في الموقع ده او في الابلكيشن ده، مش هتحطها، انت مش واثق فيه. فاليو اي لا بيبوظ الدنيا. تمام. طيب احنا فهمنا ان في بروسيس ريسيرش كتيره، ده معناه ان التراك مش سهل زي ما هما بيقولوا يعني. عرفت ان انا بدخل الابلكيشن مغيبه، انا ما عنديش حاجه غير هدف عايزه احققه، وما اعرفش تماما انا داخله اعمل ايه، انا داخله اتعرف على الابلكيشن، فانا محتاجه اكون فاميليير معاه. ازاي بقى الديزاينر والمنتال بتاعه بيوجهني ليه؟ مثلا ابلكيشن زي انستجرام وتيك توك وفيسبوك احنا بنقعد عليهم ساعات كتير جدا وبنخرج 5 دقايق وبنرجع تاني. عملت كده ازاي؟ هو لعب معاكي في حته ان انت مش عارفه اصلا ايه اللي جاي. يعني احنا بنفضل نتفرج على الريلز دي، الريلز اللي بعدها مش عارفينها. دي اول حاجه. فاحنا بيبقى عندنا دايما حته ان فضول عايزين نشوف اكتر. تاني حاجه بيبدا يديكي دايما الفيديوز او الحاجه اللي ريليتد بيكي. يعني انت دايما لو بتسرشي على حاجه معينه يبدا يديكي عليها كل اللي جاي زيها. وقفتي على فيديو عدد ثواني اكتر، اللي جاي كله شبهه. اهتميتي بمجال معين حتى لو في كورسز مثلا وانت بتتفرجي على اعلان مثلا معين، كل اللي باقي زيه. فهو بيلعب معاكي انت، يعني اليوزر بيشوف احتياج اليوزر ايه ويبدا ان هو يديك احتياجك ويلففك بقى في الحته دي. اوكي، هو ما شاء الله يعني فهمني، هو قاعد جوه دماغي. فازاي عرف يجمع الفيتشرز دي كلها وبيبينها سموث بالطريقه دي من غير ما يبقى الموضوع صعب، او انا ابقى واخده بالي ان انا عملت ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 عشان اوصل للجول بتاعي؟ انا داخله بجرب ولقيت نفسي وصلت. طيب خليني في الاول هقول حاجه. كل الناس اللي بتيجي تبدا تصميم بتفكر في حاجه واحده، انا هحط فيوتشرز كتير قوي علشان الابلكيشن بتاعي يبقى جامد قوي. كل ما زودت كل ما انا حد مش هعرف اعملها في الاخر جامد قوي. اللي بيحصل هنا ان انت عامل زي حد بتديله 10 حاجات يختار ما بينهم، فهو بيتشتت اصلا بيخرج. فهم مش بيديك ده، مش بيديك الفرايتي الكبيره دي. يعني فكر معايا كده في جوجل، لما بتيجي ان انت تخش اليوزر انترفيس بتاع جوجل الصفحه الاولى دي، حته كده فوق اكتب يلا انت بتسيرش على ايه وتحتها كام حاجه تانية وخلص الموضوع. مش قادر يديك مواضيع تحت تقدر ان انت كتير تدخل جواها وتتفرج على مقالات او يدخلك على فيديوهات، مش هدفه. فهو اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان هو بيحط لك بس اللي انت محتاجه وبيلعب في حاجات تانية بقى. زي ايه؟ زي كلر مناسب، في بيلعب بالبرايمري كلر في السيتي، ايه الحاجات اللي هو عايز عين اليوزر تروح لها، فونت بسيط، وايت سبيس مناسب جدا مع اليوزر ان هو يبدا يشوفه يكون مستريح. وتاني هقول لك برضو احتياج اليوزر، كل يوزر يعني خش من نفس الابلكيشن، انستجرام من تليفون والدتك اختك اي حد وخش من عندك. اختلاف، كل واحد بيبان له حاجه غير التاني. دي حقيقة. انا تقريبا انا واخواتي عموما في نقاش داير ما بيننا ان كلنا جين زي، امسك كل واحد اللاين بتاعه حاجه تانية. احنا حرفيا عايشين في جنريشنز مختلفه، مش نفس الجين حتى. عارفه ده في الاي اي، روحي اسالي نفس السؤال من تليفون اخوكي او اختك وتعالي اساليه من عندك، الاجابه مختلفه. مش عشان حاجه، هو عارف الهيستوري بتاعتك ايه، بيرد على اساسها. ده برضو تجربتك، ده يو اكس. فهي نفس، هي في حياتنا كلنا، يعني تجربه في الحياه. كويس ان احنا جينا لجزء اليو اي. في تولز كتير قوي بدأت تطلع وخلاص بقى احنا الاي اي هيستبدلنا، يعني فيجما ميك وكلود ديزاين وستيتش، خلاص احنا ملناش فرصه في المجال. فهل ده حقيقي؟ ولو انا مش مقتنع، انا بس عايزه اخليه يشتغل لصالحي، اعمل كده ازاي؟ هنقول كلام فيديوهات ولا نتكلم بجد؟ لا بجد. انا في 3 دخلوا معايا كونسلتيشن الشهر الاخير، مشوا من شغلهم بسبب الاي اي. 3 بس. ال3 انا المفروض ان الكونسلتيشن بعد معاهم ساعه ونص ساعتين، فبقدر ان انا اعرف بالتفصيل كل حاجه. ال3 عملوا غلطه واحده بس هي اللي مشيتهم. 3 في شهر. خدوا اليو اي على طول صح؟ كانوا الشركه بتقول لهم تعالوا نوفر، هي بتجيبها لك واحده واحده، تعالوا نوفر مع بعض ونستخدم الاي اي والاي اي هيساعدك. فالشخص يقول له طب تمام، فيبدا يدفع له، فيبدا ان هو يستخدم. فلما الاي اي بيطلع موقع او بيطلع اب او بيطلع اي يوزر انترفيس، الشخص ما كانش بيجي يقول له المشاكل فين، ولا بيجي يقيسها بنجاح البيزنس نفسه، البيزنس محتاج ايه، ولا اليوزر حاسس بايه، ولا حتى بيشوف اخطاء اليو اي ايه. ما هو الاي اي بيطلع اخطاء يو اي، مش هنتكلم بقى في اليو اكس، بيطلع اخطاء كتير.
وكله تقريبا تمبلت واحد. الثلاثه مشوا نفس السبب. الثلاثه ما كانوش بيروحوا يقولوا لا الموقع او الابلكيشن ده فيه المشاكل دي، ما كانش بيحصل. الثلاثه مشوا. هو هياخد مكاننا؟ لا خالص خالص، مش هياخد مكاننا، بس هو هيساعدنا. تعالوا نقيس ده. كان زمان في شخص كانت شغلانته كاتب، كان كل اللي هو بيعمله ان هو قاعد على المكنه يكتب، وقبلها كان ورقه وقلم او ريشه ويكتب. وفي حد كان محاسب الاول بيحسب بمخه، بعد كده بقى في آلة حاسبه، بعد كده بقى في اكسل وغيره 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 من الحاجات. هل هو مشي؟ الوظيفه اتغيرت؟ مشيت، الطريقه اتغيرت لكن ما اتمحتش. فاللي مش هيقدر ان هو يشغل مخه ويتعلم يو اكس ويشوف احتياج البيزنس ويستخدم الاي اي هيمشي. زي ما دلوقتي تعالى هات لي محاسب ما بيعرفش يشتغل بالاكسل، مش هيشتغل. هي نفس الحاجه، مش هياخد دورنا. ولكن يعني يا جماعه سيبكم من البروباجندا الكبيره قوي دي. استخدم انت. حد قال لك الموقع ده جميل حلو، انت اصلا شغلانتك يو اي، خش استخدمه وشوف انت طلع لك فعلا نتيجه ولا لا. ما طلعليش يبقى الكلام ده مش صح. طب طلع لي، تعالى بقى ابدا انت شوف في البيزنس بتاعك ايه الاخطاء بتاعته. طب انا لا هو حلو زي الفل، اكيد مش كله حلو، اكيد هستخدم منه، ما هو كويس فعلا بس بستخدم منه مش زي ما هو. فهو مش هياخد انا فعلا كنت شايفه بوست من كام يوم كان بيقارن بين حاجه جنريتد وبين ديزاين بتاع البني ادم. الفيجوالز عند الشخص عند الديزاينرز تحفه، رغم ان ممكن الهيراركي بتاعت الجنريتد كيو اي مظبوطه وهي دي اللي انا عايزاها، بس الفلو بقى ورا ده الاثنين احنا ما نعرفش. الفلو مفيش، يو اكس مفيش، هو مش عارف اصلا اليوزر مخاوفه ايه، مخاوف اليوزر. لا هو بيعمل تصميم صراحه شكله جميل، بس نقف يعني نقطه بعدها. طيب انا دلوقتي ذاكرت يو اي يو اكس وذاكرت بزنس، بقيت برودكت ديزاينر شاطر جدا. في فرق بقى من المذاكره للمجال عادي وان انا خلاص بقيت تكنيكال سكيلز تحفه، بين ان انا ادخل السوق وافهمه وابقى جزء منه. ممكن تقعدي تذاكري 4-5 سنين لوحدك مش هتخشي السوق، مش عشان حاجه، عشان انتي ماشيه غلط. ممكن حد تاني لوحده يذاكر سنه ويخش. انا مش بقول لك لازم مع حد، بس بقول لك ازاي الطريقه. انا بدخل مع ناس بلاقيهم ان هم بقى لهم والله 5 سنين ما بيعرفوش يعملوا ديزاين سيستم، مش عارفين يعني ايه ديزاين سيستم، مش شغالين بيه. في ناس تانية شغالين في شركه اقول لهم التصميم واطلع لهم المشاكل. طب ليه؟ يقول لي الشركه ما فيش حد بيقودت عليا فانا اتعودت على ده واتعلمت على ده. الواحد مش عارف اخطائه، فانت ممكن تقعد سنين، لا سنين كتير، وفي الاخر ما مش هتوصل للمرتبات اللي انت بتسمعها ولا هتوصل للشركات اللي انت عايزها. الفكره في ايه؟ الفكره سواء يو اكس استخدم ايه وامتى وازاي، وسواء يو اي حد يعمل اوديت على شغلك. كل واحد مننا في اخطاء بيعملها قد كده، لو ما فيش حد عين حد غيري دخلت شافتها مش هتعرفيها، مش هتطوري، ما ينفعش. هات حد من صحابك اكبر منك شغال في المجال اللي انت عايزه، انا بتكلم على كل المجالات، يدخل يشوف شغلك يطلع لك المشاكل اللي فيه ويقول لك ايه اللي ناقصك. هنا انت بتتطور. قعدت لوحدك انت لوحدك، ما هتعرف منين اللي جاي ايه؟ مفيش. فلا لوحدي دي ما انا بعاني من المشكله دي بقى شويه لا بصراحه يعني. طيب خليكي معايا، ابعتي لي. طيب المجال اصلا لسه فيه فرص ان انا اتميز فيه ولا خلاص بقى ساتيوريتد؟ هتكلم بصراحه برضه. ماشي. لو هنبدا ان احنا نفكر ان احنا عايزين نتعلم يو اي ونعمل تصميم شكله حلو، مفيش مكان. ليه؟ لان الكل بيعمل شكل حلو، الاي اي بيعمل شكل حلو. لو انت هتبدا تفكر ان انت عايز تعرف احتياج اليوزر ايه سواء يو اكس وتفكر بعقليه برودكت ديزاينر، ففي مكان كبير كبير مش صغير، في جاب كبيره. يعني كل الناس وفي كل المجالات والله، في الفرونت وفي الباك وفي غيره، كل الناس عايزه حد شاطر ومش لاقيين حد شاطر يشتغل. وانتوا عايزين شغل، محدش لاقي شغل يشتغله. ليه؟ علشان كل واحد بيتعلم لوحده وفاكر ان انا كده وصلت للاخر. انت مين قال لك ان انت وصلت للاخر اصلا؟ يعني انت مين دخل معاك قالها لك؟ طب ما تشوف، دخل حد من زمايلك معاك خبره اكبر منك، مش هقول لك خش كونسلتيشن مع اي حد، دخل حد خبره اكبر منك وقول له ايه رايك في شغلي، ايه الحاجات اللي انا محتاجها. لو انت حسنتها هتلاقي بسهوله. واقف في مكاني؟ لا، في اماكن كتير كتير مش لاقيين ناس. فلا يعني المكان لسه عايز، ومرتباته حلوه وفرصه كتير. ايوه احنا عايزين نسال بقى في الموضوع ده ايه اهم حاجه تبقى موجوده فرضا في السي في بتاعي وفي البورتفوليو، سواء شخص عايز يعني انا لسه ما اشتغلتش حاجه قبل كده وخلاص عايز اعمل سي في وابدا اشتغل بيه،
او انا اوريدي اشتغلت بس في كلاينتس بيقولوا لا انا مش عايز الشغل بتاعي ينزل على بيهانس او على اي موقع عموما، فاعمل ايه في الموضوع ده؟ ايه الاول اللي المفروض يكون موجود في السي في؟ خليني اقول لكم، انا كنت اتش ار. انا هحكي لكم القصه دي. انا مريت بكل التجارب. انا كنت فرونت اند وكنت اتش ار وكنت ماركتنج وعملت كل حاجه في الحياه والله لحد ما وصلت ان انا خلاص انا يو اي يو اكس. فاللي يكون موجود في السي في يكون موجود عادي خالص، الكورسات بتاعتك، ومش مهم الشهادات قوي في مجالات التك. تكون خريج جامعه، حافظ على الجامعه لان هي اللي هتفتح لك مجالات لكل حاجه. ومش عايزين كورسات كتير، عايزين نعرف في البورتفوليو بتاعك حتى لو انت ما عندكش كورسات حط البروجكت بتاعتك، يعني اكتب كده من فوق بروجكت وحط الحاجات اللي انت عاملها، وحط لينك بيهانس بتاعك او جيت هاب لو انت مثلا في البرمجه او الكلام ده كله. والناس هتدخل تشوف انت خريج جامعه كذا، الاكسبيرينس بتاعتك اهي، البروجكت بتاعتك اهي، لو في كورسز حتى لو صغيره اهي، اللغه بتاعتي، في سمري من فوق بيقول انت مين، وطبعا الاديوكيشن تحته، وخلاص هيبداوا ان هم يبعتوا لك. وانت فريش هيبعتوا لك. ليه؟ الشخص اللي عايز حد فريش هو عايز حد اصلا خبرته صغيره، وهيديله مرتب على قد خبرته. فما تجيش تقول لي ما فيش شغل للفريش. مش كل الناس بتدفع مرتبات كبيره. طبيعي، اصل احنا كنا فريش، انا اشتغلت ازاي؟ عادي. وفي الاول ابدا انزل، حتى لو تنزل لقيت تدريب انزله، لقيت شغل بمرتب مش الواو انزله. ما تقولش لا، وما تستناش الفرصه وانت قاعد مكانك. الايفنتات والمعارف والله العظيم دي بتجيب جامد. ريكومنديشن اسرع حاجه. انا كنت اتش ار، انا كنت بجيب من الريكومنديشن اكتر من اي حاجه. ليه؟ حد عارف ان الشخص ده، طب في سي في مثلا، في مثلا 50 شخص مثلا، فلترتهم لقيت منهم 2 كويسين. في حد تاني جاب لي ريكومنديشن، هبص عليه لقيته كويس، هيتضاف ضمن الاثنين بقوا 3. بتجيب ففي فرص فيه. السي في محتاج ايه؟ محتاج منك لو انت مش معاك كورسز بشهادات، حط البروجكت بتاعتك. ده كان اول سؤال. تاني سؤال ليه بقى؟ التقييم بتاع البورتفوليو بيقيم بناء على ايه، او ايه البروجكتس المفروض تبقى جوه في اليو اي يو اكس؟ بصي، خلي عندك ابلكيشن، وخلي عندك ويب سايت، ويكون في بروجكت يكون عربي علشان الفريلانس. يعني اغلب شغلنا خلينا نقول مع عرب، فلازم يكون في بروجكت عربي. ولو في دارك مود قدرت ان انت تعمله ده كده كويس. ليه بقول ده؟ علشان لو شخص دخل عايز حد يعمل موبايل ابلكيشن يلاقي، عايز حد ويب سايت يلاقي ان هو عنده ويب سايت عامله. وكذلك برضو العرب او الخلايجه او المصريين، اي حد يعني بيبقى عايز يشوف حاجه عربي عشان لو هيصمم الموقع بتاعه بالعربي، فبيبقى عايز يشوف ده قدام عينيه. طيب جه في دماغي سؤالين بصراحه. واحد مهم، احنا اتكلمنا عن الاديوكيشن والكليه، الجي بي اي مهم ولا السؤال مش ده لازم يتكتب؟ بصوا هقول لكم، هو جي بي اي مهم في حاجات معينه عشان اكون صريحه. في اليو اي يو اكس اشتغل من اي كليه. اوكي، عشان نكون صراحه، اشتغل من اي كليه، لكن مش هاجي اقيس ده على كل حاجه. يعني واحد دكتور، واحد يعني لا، مش هينفع. لكن في اليو اي يو اكس في الحته بتاعتي انجح وحافظ عليه. يعني ميزه والله هيتبص لها. يعني دايما اللي الجي بي اي بتاعه عالي بتلاقيه حاطط كده الاديوكيشن فوق، وعامله لك بولد كده، وحاطط لك الجي بي اي، عارف انت اللي هو ايه، حطه في حته عاليه. اكسلنت. انا شاطر ودي بنبص لها بصراحه. يعني كنت ببص لها دايما في المدير المالي. انا كنت بقول لكم انا كنت اتش ار، ببص لها في المدير المالي، وببص لها في حاجات كده في المحاسبه لا، في حاجات ببص لها، في حاجات ثانيه لا. طيب الحاجه الثانيه بقى، في كونسبتس جوه كده اللي هو اليو اكس رايتنج، الفيتشرز، انا اعملها، يعني انقيها بقى، اعمل لها تصفيه يعني، واطلع الفيتشرز المهمه بتاعتي. حاجات كده تحس ان هي مشتته، اللي هو انا بروح اذاكرها عشان هي عامله فايرل، وسايبه الحاجات المهمه مثلا ممكن ابقى ضعيفه فيها، ممكن ابقى خلاص ميد مثلا هنا واكسلنت هنا عشان دي ترند فانا محتاجه اذاكرها. التوكنز، انا اسفه والله للناس اللي بتحب التوكنز. انا حلو قوي نتعلم توكنز، بس انت لسه بادئ. ما تتعلم الاول التولز، يعني اتعلم الاول فيجما، اتعلم الاول اليو اكس، اتعلم الاول، يعني مشي ايدك وبعد كده اتعلم توكنز. فانت رايح الاول تعرف الفاريبل والتوكنز وانت لسه ما اتعلمتش تصميم اصلا. فلا، عشان كده انا بقول ايه، ممكن تقعد لوحدك سنين وتلاقي نفسك في الاخر مفيش، تايه اصلا، يعني مش فاهم انت فين. مفيش مش هتوصل لحاجه كده بالطريقه دي، هتقعد سنين. فلا، لازم يكون في خطه، ولازم يكون في بلان، لازم تكون عارف ايه اللي مطلوب من السوق، لازم تكون عارف ايه اللي ناقصك، ولازم ترجع لحد يقول لك، لازم كل ده يتم. طيب ممكن تقولي لي الشركات اللي هتقبل يو اي يو اكس ديزاينر والبوزيشنز، عشان في بعض الشركات تعمل على ان الفرونت ممكن يشتغل،
الفلوتر ممكن يشتغل. دي شركات رديئه انا اسفه، بس هل ده صح اصلا؟ وايه البوزيشنز اللي انا اقدم عليها وانا معايا السي في بتاعي والبورتفوليو؟ خلاص انا لو قدمت على البوزيشن ده بالتايتل ده في الشركه الفلانيه هي فعلا بتحترم البوزيشن وهتقبل. بصي انا معايا التيم بتاعي، عشان انا بشتغل اوريدي فريلانس وخلاص انا باسس شركتي اهو، فانا معايا التيم بتاعي يو اي يو اكس. هقول لك اهم الحاجات اللي بتهمني. اول حاجه طبعا شخص يكون اليو اي بتاعه نظيف، زي ما بنقول. يعني ايه نظيف؟ يعني مساحه بايت سبيس كده كويس، الخطوط بيستخدمها صح، الايكون مظبوطه، الصور كويسه. تاني حاجه بالنسبه لي كاوتو لي اوت. تعالي لو هنفلتر مثلا بيهانس زي ما انت قلتي، حته بيهانس. انا دلوقتي بشتغل على بروجكت، البروجكت ده موبايل ابلكيشن، بدخل عند الناس ادور على اللي عامل موبايل ابلكيشن، ويا سلام لو في الحته اللي انا بدور عليها. يعني لو اي كوميرس، عايزه حد بقى يكون اشوف بعيني. انا هسال سؤال، ممكن نكمل السؤال بقى. في كذا حد وهو بيتكلم كده قال ان بيهانس مش موقع كويس تاخد منه انسبيريشن عشان هو مجرد طلبه او ناس بتتعلم زيك، مع كامل الاحترام للناس الموجوده عليه يعني، بس مش كل الديزاينز اللي انت هتلاقيها صح، فما تاخدش منه انسبيريشن. حلو، قال كده صح؟ مش قوي، بس هو قال المفهوم. قال البديل. ما انا عايزه اسال على البديل. يعني اللي يقول حاجه يقول اخرها. بصوا احنا بنعمل انسبيريشن من كل حاجه. يعني انا دلوقتي لو جاي لي عميل الكمبيوتر، خلاص انا قعدت مع الستاك هولدر واخدت منه الفكره وكل حاجه، بدخل اشوف مين الكمبيوتر اناليسيس بتوعه. مش هدخل اعمل تغذيه بصريه من بيهانس هنا. لكن لو انا طالب او انا حد لسه بتعلم، ادخل اشوف من كل حاجه، ادخل اشوف الناس اللي بتتعلم وعملت مشاريع وانا لسه ما عملتش كانت بتعمل ايه. ما هو دول بقى لهم فتره في نفس الحته سابقني، ما ابصش عليهم ليه؟ فلا طبعا ادخل. ودايما بقول لهم ده على فكره، انا دايما ببعت انا في دايما كده، يعني الطلبه كلهم معايا بخليهم يحطوا المشروع في حته واحده كده عندي على بيهانس، عامله فايل ليهم، فبخلي اللي جاي جديد يبص عليهم. ما هو اللي قبلك ده بقى له سنه مثلا، انت لسه جديد هتتعلم منه. لا ليه؟ اتعلم من كل حاجه. بنترست ادخل، انا دايما بقول لهم كده قبل ما تنام غذي عينك تغذيه بصريه. فلا كل حاجه. اوكي نرجع للبوزيشنز. نرجع. انا اقدم على ايه؟ تقدمي على ايه يعني؟ شركه مثلا ستارت اب ولا ماركتنج قدمي ولا في سوفت كله. وير؟ قدمي في كله. كله بيقبل يو في اي والله العظيم قاعده كده غريبه انا شفتها اول ما اتخرجت. لقيت افشل حد، مش هقول افشل حد، اكتر حد ما كانش بيسعى ولا بيتعلم، مش راضي يتعلم. اكتر حد لقيته وصل. مش وصل عشان هو اشطر حد، هو وصل عشان هو ما سابش باب غير اما خبط فيه بثقه. هو عنده ثقه ان هو هيتقبل. في باب منهم ممكن يتفتح له. طب انت شاطر مش راضي تقدم ليه؟ انا خايفه ان حد يرفضني. ايه اللي خايف؟ قدمي في كله. حتى وخليني اقول لك برضو دي بحته ان انا كنت اتش ار، احنا كنا بننزل نقول ايه، احنا عايزين حد خبره 4 سنين. الناس كلها بتقدم بنلاقي فيهم كلهم مفيش حد مناسب، فنلاقي حد خبره 3 سنين بناخده. وقت التقديم، وقت البروسيس، ما احنا بنشوف السي في وبنفلتر الناس، الطلبات بتاعتنا متطلبات بتتغير. فقدم ما تقولش لا، بس ما تجيش وانت لسه سنه فريش تروح مقدم على 6 سنين خبره. يعني قدم على سنتين ونص، حاجات كده يعني بالراحه نقدم. ساعات بيطلبوا يطلبوا اللي يطلبوه، عايزين باك جراوند عند الديفلوبمنت. يعني خليني اقول لك انا عندي باك جراوند وعن الجرافيك. انا والله بشوفها كتير قوي. بشوف والله بيبقوا عايزين واحد شغال يو اي يو اكس ايه وجرافيك وفرونت اند وعنده خبره باك اند، شغال كل حاجه. بتلاقي المرتب 5000 جنيه على فكره. مفيش يو اي كده مفيش يو اي. هم مش عايزين، هم كل حاجه و5000 جنيه، وعلى فكره كتير عليكي. يعني لما بتيجي تروحي انت، ده انا هديكي كتير، هنخصم الفطار. ما تروحيش احسن. ما تقدميش. لا والله هتلاقي في شركات طبيعيه. يعني خليني اقول لك على حاجه والله، تاني فكروا فيها كده معايا وامشوا البروسيس معايا فيها. دلوقتي في شخص اتش ار، الاتش ار ده بيعين ايه؟ واحده بيعين المحاسبين بكل التخصصات بتاعتهم، الادارات بتاعتهم، اداره ماليه ومش عارفه محاسب عملاء ومحاسب موردين ومحاسب بنوك وقيسي بقى، ده في الحسابات بس. في الاتش ار ليهم مثلا كذا كذا برضه تخصص من جوه، في الماركتنج نفس الحوار، في المبيعات، في التحصيل، في غيره. تفتكر الشخص الاتش ار ده اصلا عارف المفروض الوظيفه دي يكون الشخص ده عنده ايه؟ مهاراته ايه؟ ما شاء الله، يعني يبقى عنده كل العلم ده. تفتكري هو عنده؟ انا كنت اتش ار والله العظيم ما اعرف. اي ثينك السكيلز بقى بتاعته والحوار وكده. كنت بنزل الناس تشتغل ازاي بقى. احنا اول حاجه واحده بنقعد مع مدير الاداره، انت عايز ايه؟ يقول لك انا عايز شخص يو اي يو اكس. عايزه بيعمل ايه؟ يقول لك انا عايزه فيه 1 2 3 4. ابدا اسيرش واعمل الصيغه وانزلها، بيبقى فيها حته يعني حاجات كده بزياده. والله لو جت
وانتي تعرفي فرونت فعلا، خير وبركه. ما جاتش ولقينا ان انت خبرتك مناسبه واشتغلتي على مشروع في نفس الفيلد اللي احنا عايزينه، هناخدك. يعني ما بلاش حته مش هقدم، قدمي، ما تقوليش لا. بصي طيب بيبقى فيه هوك في الجوبس اللي بتنزل دي، المفروض اخد بالي بقى اقرا سطر سطر ان في كلمه انا لازم احطها في السي في عشان لما الاتش ار يشوفها. يعني بصي خليني اقول لك السي تي اي بقى والحاجات دي كلها، الاي تي اس ولا ايه سوري والحاجات دي كلها، هو اللي يعني لو في حد على ده يعني مش هو سي في أسهل واحد حاجة وموزعه. هقول لك اسهل حاجه تعرفي بيها ايه، في وظف ابلكيشن وظف، بتلاقي دايما كل وظيفه تحتها فيه السكيلز، فلما انت بترفعي السي في بتاعك والسكيلز بتاعتك وتيجي تخشي تقدمي على الوظيفه بيقول لك نسبه قبولك قد ايه من الوظيفه، وبتلاقي تحت كده مديكي باللون الاخضر كده الحاجات اللي عندك وباللون الجراي الحاجات اللي مش عندك. شوفي بقى الحاجات دي وخديها كوبي لو هي عندك وضيفيها في السكيلز بتاعتك. وكذلك برضو في الوظائف اللي انت بتقدمي فيها لينكد ان، خشي شوفي متطلبات الوظيفه لو عندك كوبي وضيفيها، فعشان تتقبلي. عشان ما هو خلي بالك برضو السي في حد بيبقى شاطر بس مش كاتب، هو عارف ان هو شاطر، انت قلت لي ما قلتليش مش صح. مفيش. طيب انا الحمد لله اشتغلت، بس في اشاعه كده بتقول ان شركات الماركتينج بتشتغل على تمبلت ثابت وغالبا هو لاندنج بيجز، فانا هبقى ديزاينر بصحى كل يوم الصبح او كل كلاينت بديزاين ويب سايت بنفس الاستراكشر بنفس الهيراركي، بغير بس فيجوالز، بغير لوجو، بغير حاجات بسيطه، بغير اسم الشركه اللي انا بعمل لها ديزاين. مش هنسى بقيه اليو اي، يعني هتطور ازاي اصلا؟ بصي هتلاقي شركه هي شغاله على ده. في بنت من يومين كانت معايا قالت لي انا شغاله بانرات، بقول لها يعني ايه؟ يعني ايه بقى؟ مش ده جرافيك؟ والله العظيم بقول لها ايه بانرات دي؟ قالت لي يعني بنعمل زي تصميم صور كده كانه جرافيك. قلت لها انت مش يو اي؟ قالت لي يو اي. قلت لها ايه اللي حصل؟ قالت لي رحت لقيت نفسي بشتغل بانرات، انا بصمم كاني جرافيك، ولا عندنا حاجه اسمها يو اي ولا يو اكس ولا اهبد والشغل بيعدي. في مش عمري ما اقول لك ما فيش، في بس فكري معايا بقيه الشغل مين بيعمله؟ يعني الابلكيشن اللي النهار نازله السوق مين بيعمله؟ لا انا بعمل موقعي دلوقتي مين هيعمله لي؟ ما هو في ناس هي عايزه شغل. لا الاي اي هيستبدلني بالمنظر ده. ما هو لا لازم الفلو كامل، لازم ما فيش حاجه اسمها لاندنج بيج. في ناس بتعمل لاندنج بيج بس هي عايزه بس تعرف اسم الشركه، او حد بيعمل حاجه كبيرسونال ليه عايز يعرف نفسه وخلاص، لكن الباقي لا فلو كامل عادي. بس انقذ نفسي ازاي من الناس دي؟ فرضا ان انا اشتغلت، يعني مش اشتغلت وانا محتاجه البوزيشن ده دلوقتي ومش عارفه امشي في البدايه اه يعني عايزه تعرفي في البدايه تعملي ايه؟ اعمل ايه؟ او يعني انت لسه بتبداي في مجالك؟ لا انا خلاص انا بدات في المجال واتعينت في البوزيشن ده ومش عارفه دلوقتي اسيبه لان انا ما قداميش اوفر تاني. مش هقول لك اصلا سيبي عمري، يعني خليكي فيه. احافظ على مستواي ازاي؟ انقذ نفسي من ان انا بكرر وبشتغل شغل مش شغلي ازاي؟ خديها فتره بريك. يعني ايه؟ يعني اشتغلي شغلهم بكل الكواليتي وكل يوم قدمي فيه اكتر، بس وانا فيه اخلص ادخل الكورس بتاعي. فدي فتره كده بريك كده، ما عنديش ضغط نفسي في شغلي، بس انا عارف ان انا قدامي معاهم 6 شهور، قدامي معاهم سنه، السنه دي هكون انا حاطط بلان اخلص الدبلومه دي او الكورس ده او المنحه دي، وبعده ده بعده ده بعده ده، واتعلم الحاجات اللي فاضلالي وانا هنا بقدم. يعني مش بتعلم بس، انا بتعلم وانا بقدم وانا شغاله معاهم، بعمل الثلاثه مع بعض. هنا هتبداي تلاقي في باب منهم فتح لك تاني. ما بطلوا، يعني ما فيش حاجه اسمها ما خبطش. انا ليل نهار بقدم، ليل نهار بسعى. انا لحد النهارده ما بقولش على، ما فيش حد بيقول لي شغل لا، اي حاجه ما اقولش لا خالص، ما اعرفوش. والله بيجي عليا وقت كتر التعب بس ما اقولش لا، ما ينفعش. في حاجه منهم هتفتح لك مجال تاني انت كنت تتمناه. فسواء انت لسه بادئه او سواء بقالك كتير، كل شويه ان انت قدمي. اوكي. طب انا عايزه اشتغل فريلانسر، عندي اكونتات عشان تظهر للناس. اجيب اول عميل ازاي؟ وده اسم سيشن انا متاكده منه لان انا كنت نفسي احضره بس للاسف سيشن يعني سيشن انا بقدمها ادخلها لك. اجيب اول عميل ازاي؟ اجيب اول عميل ازاي؟ بصوا، اول عميل عشان يجي انت اول حاجه لازم تعرف البورتفوليو بتاعك لازم يكون فيه ايه، وتاني حاجه لازم تعرف انت اصلا بتشوف العميل ده امتى، الوقت. يعني في ناس كتير قوي بتقدم على الشغل بس بتقدم بعد خلاص بعد اسبوع مثلا اسبوعين. مش بقول لك ما تقدمش، بس بقول لك ان فرصتك ما بقتش اقوى حاجه، يكون في ناس كتير قوي قبلك قدمت. فالوقت انت اوريدي البورتفوليو بتاعك عامل ايه، او البورتفوليو بتاعك انت عامل فيه ايه، هتقدم على ايه. ما هو في عميل فريلانس وليه تسعيره مختلفه وطريقه مختلفه
غير عميل مثلا بيجي لك من على لينكد ان، غير عميل بيجي لك من اي حته ثانيه، غير عميل بيجي لك ريكومنديشن. فاول عميل ازاي دي، هقول لك اول حاجه ظبط البورتفوليو بتاعك، وتاني حاجه كل موقع ليه خبايا كده صغيره بسهوله هتجيب العميل صراحه. اوكي طيب احنا يعني كده اخدنا من اليو اي يو اكس اللي احنا عايزين نعرفه. بس حضرتك وانت بتتكلمي قلت ان انت كنتي اتش ار وكنتي فرونت وباك وجربتي ماركتنج، فممكن تقولي لي ازاي يعني ايه اللي دفعك انك تتنقلي بين المجالات دي كلها؟ وهل اصلا ان انا اقعد اعمل كارير شيفت ورا بعضه بيقوي شخصيتي ولا بيضعفها؟ ده اكتر حاجه بتقوي، يعني اكتر حاجه نفعاني. بصوا خليني في البدايه، انا عايزه اقول لكم ايه اللي حصل، وهبدا الحته دي بجمله كده. باشمهندس اسامه انا يعني قايله له ان انا لازم النهارده اقولها، البرمجه مش للجميع خالص خالص. اوعى تفتكر ان البرمجه لكل الناس. اول حاجه انت ممكن تقعد سنين من عمرك حاطط في دماغك ان مفيش مجال بيجيب فلوس غير البرمجه، وده مش حقيقي. انا كنت كده، انا خريجه كمبيوتر ساينس، اول ما اتخرجت اخدت اول دبلومه كانت فول ستاك فرونت اند وباك اند بالبي اتش بي، وبعد كده اخدت تاني دبلومه كانت فرونت اند. وطبعا خلال الفتره انا كده بتكلم على الدبلومات، الكورسات بقى ما تعديش بقى من ايام الجامعه، وكنت مصممه 100% ان مفيش مجال بيجيب فلوس غير البرمجه، مستحيل. انا لو ما نجحتش هبقى فاشله، يعني هبقى شخص غبي لو ما دخلتش برمجه. فاثناء رحله التعلم دي اللي بتاخد سنين من عمرك، سنين بجد، عشان لو انت برضو بتتعلمها بطريقه غلط، خليني اقول لك الجمله دي ولازم تكون فاهمها كويس. بدات ان انا اخش في كذا مجال تاني، فدخلت في الماركتينج اللي هو لسه خريج، فانت اشتغلت سنه كده ماركتينج، وبعدها اشتغلت اتش ار سنتين ونص، كنت مسؤوله موارد بشريه في شركه كبيره، دي علمتني جدا. وبعد كده لقيت نفسي ان انا لا، انا عايزه اشوف ايه اليو اي يو اكس ده اثناء الفتره دي. فشفت ايه هو اليو اي يو اكس، عجبني، لقيت نفسي ان انا بسرعه جدا اشتغلت فيه، ما خدتش الوقت الكبير خالص، بسرعه جدا اتعلمته جدا. لقيت نفسي ان انا كورسات كتير جدا، بقعد على الكرسي الحمد لله الحمد لله مش بزهق. دي حاجه انا ما لقيتهاش في المجالات التانيه، يعني اللي خلاني اسيب اتش ار، انا كنت والله بعد النص ساعه الاخيره يا رب تخلص، يا رب امشي، مع اني انت شغال في شركه كبيره مسؤول موارد بشريه، مش في ايدي غير مدير موارد بشريه، ومرتبك كويس، كل حاجه كويسه، بس انت مش حابب، انت مش طايق ده، انت لو استمريت كده عمرك ما هتنجح. طب في الفرونت اند انت كل يوم بتحاول ان انت تتعلم، بس كل يوم مش عارف توصل، علشان مش عشان انت، مش عشان انا مش بحبه، علشان مش مجالي، وما جبتش منه جنيه، مفيش جنيه يحقق. اول ما دخلت اليو اي يو اكس، لا خلاص، هو انا لقيت نفسي ان انا عرفت ان انا بحب المجال ده، عرفت منين، عدد ساعات ما بزهقش، شغل بخلصه بسرعه، الحمد لله شغل بيجي، المجال فيه بتنجح. طب ما في حاجات تانية بتجيب فلوس، حاجات كويسه، حاجات انت بتتطور فيها. فحته ان انا قافل مخي ان انا لازم برمجه، البرمجه مش للجميع عشان نبقى عارفين، ومفيش مجال تاني فتقول المجال ده اقل منها، مش اقل منها. انا يعني مش عايزين نتكلم في مرتبات وكده، بس المرتبات كويسه جدا عادي، وفي كل مجال. يعني انت بدل بتحب المجال ده هتوصل فيه وبسرعه، فهتاخد فيه المرتب اللي انت عايزه وبسرعه. فما تقفلش مخك على حاجه وتقعد سنين من عمرك فيها. طب حضرتك قلتي جملة ان انا لا لو ما ذاكرتش برمجة هبقى غبية. انا دلوقتي اصلا اغلبنا او سيكشن اللي داخل حاسبات من علم علوم كله داخلها عشان المجموع، وانا من ضمنهم بصراحة. انا كل ما اشوف حد بيشتغل ديفلوبينج واقف قدامه كده، انا مش فاهمة اي حاجة من دول. انت بتعمل حاجة انا مش فاهماها، بس في نفس الوقت انا كمان بعمل حاجة انت مش فاهمها. بالظبط، فاحنا سيان، وانت محتاجني وانا محتاجاك كل حاجه. بالظبط. طيب ممكن تحكي لنا مثال حقيقي من شغلك وهو ده اللي عمل امباكت واضح، هو ده يعني اثر فيكي بشكل كبير قوي، خلاكي مثلا حابه تمونيتور الناس وتعملي كوميونتي؟ هقول لكم، كنت في منحه كده من المنح، وانا كنت قبلها مش يعني بحب عادي ان انا ادرس لزمايلي والدنيا تمام، دخلتها وانا اوريدي شغاله والدنيا تمام. فبدات ان انا اشوف ان في، خلينا نقول كورس، بدات ان انا اشوف ان في الكورس ده في كل بروسيس اليو اكس بتتاخد بطريقه نظري قوي قوي، بطريقه مش دي، هم بيحفظوك. يعني انا حفظت ان البرسونا بتتعمل عباره عن صوره وفيها اسم الشخص وتاخدوا كام حاجه. بتتعمل ليه؟ ديزاين بروتوتايب تيست، خلاص. ليه ما حدش بيقول ليه؟
هو كده. طب امتى؟ محدش بيقول. وكطالب اصلا هتست ايه؟ يعني انا مش هتست، انا ما عملتش برودكت. وده بقى اللي بتلاقيهم ان اغلب الناس بتدوس فيه قوي، احفظ. فانا احفظ دي بالنسبه لي كانت عقده. انا اصلا كنت شغاله في شركتي الحمد لله والدنيا تمام، فبدات انا شفت مش ده خالص اللي بيطلب خالص. فبدات بقى ان انا الاول اسبورت بقى زمايلي واساعدهم واحاول ان انا اشرح بقى الجزء ده. لقيت نفسي ان انا بستمتع اكتر، يعني بحب الشغل وكل حاجه، بس لقيت نفسي ان في متعه في الحاجه دي. وانا شايفه ان انت عشان تنجح لازم تشتغل حاجه بتحبها. فبدات ان انا هنا عملت كوميونتي، وكان الاول بنات بس، ممنوع دخول اي ولد يتعلم. اللي هيبعت لي ولو ولد بعت ومش هرد هو عليه. يو اي يو اكس ليديز. انا سميته كده يو اي اكس ليديز، اي بنت بس اللي هتتعلم. فكان حتى بيجي لي رسائل يقول لي طب والولاد؟ ما فيش تعليم. صح. وبعدين بقى بعمل حاجه تانية، يعني حاجه اكتر، اخد البنات ادخلها اوريها المشاريع من اول ما خدتها من العميل. في بنات كنت بحضرها ميتنج مع العملاء، دي بتحصل معايا، بستاذن العميل عادي وادخلهم ميتنج مع العملاء يسمعوا واقول لهم هي ايه اللي مطلوب، يبداوا ان هم اللي يمشوا بروسس هم فاهمينها ويبقوا معايا. كنت باخد الناس كمان منهم تدريب لحد ما الشغل يتسلم ويحضروا وانا بسلمه لحد ما الدنيا تبقى تمام. ولو حد اشتغل بينزل الكيس ستادي باسمه وياخد اسم الشركه ان هو نزلها وكل حاجه. فلقيت ان هي متعه وكانت بنات بس. بعد كده بدات ان انا الاقي طب حرام بقى من يعني نوسع شويه. وبعدين لقيت الولاد بتخش برضو البروفايل حرام، يعني عارفه انت لو انتوا بتخرجونا نروح بلوك. فبدا الموضوع يوسع شويه، فبقى خلاص الاثنين. طيب احنا حابين نعرف من حضرتك انت بتقدمي ايه للطلاب بتوعك، وبما ان سيشنز ميجا مش سيشنز عاديه فعايزين نعرف ايه الهدايا اللي بتقدميها لطلاب ميجا، ولا انا هاخد واحده منها ده قرار يعني. طيب انا بقدم ايه؟ انا بقدم كورسات للطلبه بتوعي، سواء كورس من اول ما انت لسه مش عارف ايه هو المجال لحد ما انت بتكون خبره 4 سنين 3 سنين وحاجات كتيره جدا، وعايز ان انت شايف ان انت مش بتتطور في شغلك او انا ناقصني حاجه. فبقدم كورس بيزك، بقدم الكورس الادفانسد، وبقدم سيشن منتورشيب لو حد عايز ان هو يعرف هو ايه اللي ناقصه، ايه الحاجه اللي المفروض ان هو يتعلمها قدام. طب خلاص انا عملت مشروع اصلا وبسلمه لشركتي بس عايز حد يأودت عليه، عايز حد بس يطلع لي الاخطاء بتاعته. فدي برضو بقدمها. حاجه برضو الاخيره اللي بدات ان انا اقدمها ان انا بدات ان انا اجيب عملاء. عملت ده في يعني 2 راوندز في الادفانسد، كورس الادفانسد، وعملت ده في الورك شوب. ده ثابت في الورك شوب. اللي بيحصل بيبقى مشروع حقيقي وكلاينت حقيقي بيدخل يديهم كل الطلبات اللي هو عايزها، يبداوا ان هم يشتغلوا تحت اشرافي، يبداوا يمشوا السيركل كلها لحد ما يخلصوا المشروع واودت عليهم. بعد كده يدخل هو يستلم، وبعدها المشروع ينزل باسمهم باسم الشركه بكل حاجه. فانا ببقى وفرت لهم تدريب ووفرت لهم شغل حقيقي، اول شغل حقيقي، وكورس في نفس الحاجه لان اللي واقع منهم بقدمه. فلا يعني كسر كم. بدات بقى دلوقتي خلاص مشيت خلاص في البروسيس. شركتي انوركس، فهبدا ان انا اقدم ده، وابدا ان انا اقدم ده للافراد والشركات. يعني شركات لو هي عايزه كذا حد حتى يبدا ان هو يعمل لها التصميم، يعني عايزه كذا تيم وتختار ما بينهم، انا ممكن ان انا بدات ان انا خلاص اعلن عن ده، اوفر لكم وتبداوا ان انتوا تشوفوا التصميم المناسب ليكم. خلاص انا عايز التيم ده يشتغل، فتبقى الطلبه معايا ووفرت لهم شغل بعد الكورس، والعملاء وفرت لهم ناس تخرج لهم الكواليتي اللي هم عايزينه. فبس. طيب احنا كده الحوار بتاعنا خلص، ولكن السيشن لسه ما خلصتش. دي معانا 10 دقايق كيو ان اي حد حابب يسال باشمهندسه رحمه اي سؤال يتفضل. بس سؤال، انت عارف ان المجال ده مجالي، او هل انا مثلا عشان ليا في التصميم او بحب الرسم مثلا او كده خلاص انا كبرت فانا خلاص بحب التصميم فانا خلاص اخش المجال ده؟ هل ده صح ولا عادي ممكن احب الرسم والتصميم بس نخش المجال ده ونخش مجال تاني؟ ممكن تحبي 100 حاجه، يعني عادي خالص ان انت تحبي كذا مجال، بس الفكره انا هشتغل في انهي مجال. يعني بتلاقي ناس اصلا شغالين جرافيك وماركتنج مع بعض، وتلاقي شخص تاني جاي لي يقول لي انا فرونت اند بس انا عايزه اتعلم اليو اي يو اكس. ففكره ان انت تدمجي بين كذا مجال دي موجوده، دي مطلوبه، دي مطلوبه اكتر دلوقتي. بس خليكي فاهمه حاجه، ان عشان تدي وقتك لمجال وتتقنيه محتاج منك وقت، محتاج منك مجهود، ومش هتعرفي تقسمي ده بين مجالين صعبين. واليو اي يو اكس مش هقول لك صعب، مش هقول لك صعب، بس مش سهل السهوله ان انت تعرفي قوي تدي الوقت ليه ومعاه فرونت اند. طيب اختار انهي؟ اختار اول حاجه. انا فير قوي في الحته دي. شوفي الشركات اصلا في وظائف بتنزل للمجال، انا مش بتكلم على اليو اي اكس، انا بتكلم على مجال انا مش عارفاه. شوفي في وظائف، في وظائف، ده اسال الناس الشغلانه او المجال ده هياخد مني مثلا قد ايه تعليم مثلا. محدش بيديكي رقم بالظبط، ما بتحصلش.
بس في شغل، في شغل. ابدأي خشي الاول على اليوتيوب، خدي 5 فيديوهات اتفرجي عليهم، لقيتي نفسك حابه المجال اتعلميه. لكن ما تخشيش من الاول بسم الله انا هبدا المجال. مش تبدا. انا بداتي خلاص، انت شايفه ان انت حباه، بتقعدي عدد ساعات تشتغلي فيه وانت بالنسبه لك الدنيا تمام وعايزه تشتغليه، ولا في حاجه تانية بتدوسي على نفسك وتتعلميه بصعوبه بس انت حابه حاجه تانية؟ وانا ما بداتوش كتعليم، انا بدات كمتعه. اللي هو انا بدات عشان انا حابه التصميم فبدات كمتعه، انما فكره بقى ان هو بدا يتوسع وكشغل ويو اكس وحاجات من دي فحسيت الموضوع كبير. انا بدات عشان سمعت الاسم، يعني حد قال لي، مديري الله يمسيه بالخير قال لي روحي كده بصي كده على اليو اي اكس، فرحت بصيت فاتسحلت. يعني البدايه جميله، يعني دوسي بصراحه. بالنسبه للجرافيك، الجرافيك حلو قوي، بس خلينا اكون صريحه، الاي اي دخل فيه قوي برضو، هو دخل في كل حاجه بس دخل فيه قوي، فعايز حد شاطر قوي. انا مش شاطره فيه وما اعرفوش، بس عايز حد شاطر قوي دلوقتي. ممكن جرافيك يدمج مثلا ادمجه مع حاجه لها علاقه بالبرمجه. على فكره ممكن تدمجي الجرافيك مع اليو اي اكس، يعني الاثنين يندمجوا تحت التصميم. الاثنين بيندمجوا، بيعمل عادي، ممكن تشتغلي الاثنين. ممكن تلاقي ان انت عندك فريلانس ده وفريلانس ده. يعني انت بتقولي انا كنت جرافيك، ما تنسيش الجرافيك، يعني ما تنسيش الفوتوشوب، ما تسيبوش خالص. شكرا ليكي. بكده نكون وصلنا لنهاية السيشن بتاعتنا النهارده. اتكلمنا عن اليو اي يو اكس من وجهة نظر البيزنس ومن ناحية سلوك المستخدم. بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس على الفاليو دي والمعلومات القيمة. شكرا ليكي. واننا طلعنا من السيشن بان الديزاين مش مجرد شكل وانه بيأثر على قراراتنا، وبتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وشكرا ليكم.